طبخة السبانخ اللي تؤكل مع الرز المصري طبخة سهلة، بس في شغلة بسيطة صغيرة بتخليها بين إنها تكون متقنة أو إنها تكون مثل الشوربة، بتكون مرقة كتير وفيها مي خضرة كتير. إحنا بدنا إياها تكون متماسكة ونعرف ناكلها مع الرز بهذا الشكل. أنا كل الأوراق بغسلهم بالأول وبخليهم ينشفوا شوي قبل ما أفرمهم. ما بفرم الأوراق أبدا قبل الغسيل، وبخليهم ينشفوا شوي وبفرمهم، لأنه إذا فرمناهم قبل الغسيل ممكن السكينة تخلي التراب يدخل بين جزيئات الورق. فبغسلهم بالملح، بضيف عليهم المي وبحاول أتركهم شوي. الملح بيخلي كل التراب ينزل في قاع الطشط البلاستيك اللي احنا عم نغسل فيه، بيكون التراب لازال في القاع. طبعا بنعيد الفكرة هاي مرتين ثلاثة لحد ما نلاقي إنه المي بيضة ما فيها تراب، سواء نفس الطشط أو 2 3 وعاءين 3 بدنا نغسل كل الكمية. وبس أتأكد إنها المي في قاع الطشط ضلت بيضة ما فيها تراب، بنشلهم على سطح نظيف، وبعديها بحطهم على فوط علشان ينشفوا شوي قبل الفرم. بفرم السبانخ يكون خشن كتير لأنه رح يذوب معنا في الطبخ. معلقة سمنة بلدي بتعطينا شوية دسم للأكل. بدي أقلي بصلة حتى شوية تذوب، بضيف لحمة مفرومة، رشة ملح وهال، رشة خفيفة صغيرة فلفل أسود، وممكن رشة خفيفة كمون. ما بدنا نكتر بهارات لأنه بدنا إياها يضل لونه أخضر. هلأ بعد ما استوت اللحمة بنزل السبانخ جزء جزء. السبانخ راح ينزل كتير مي، وراح نلاقي إنه مستوى السبانخ عم ينزل إلى أسفل الطنجرة، راح يقل لأنه عم يتخلص من المي الموجودة فيه. فحاليا ما بنحط مرقة، بنحط حمص مسلوق. الحمص كتير زاكي، بده يكون مسلوق تماما لأنه ما بدنا نسلق السبانخ كتير، بيستوي بسرعة. فبنحط حبات حمص، ولاحظوا كيف المي بتصير تنزل من السبانخ بدون ما نحط مرقة. بنضل نضيف السبانخ شوي شوي لحد ما إنه نلاقي إنه المي بدأت تنشف من السبانخ. هلأ بنضيف مرقة اللحمة كمية بسيطة بالتدريج لدرجة إنه يضل عنا السبانخ كثيف، بيكون بهذا الشكل. ما بدنا المرقة تكون كتيرة، بتكون معقدة. وإذا بتحبوا في ناس بحطوا مرقة دجاج أو ممكن مية مع مكعب ماجي، بس طبعا الأصل هي مرقة اللحمة أزكى وأطيب. وممكن بدل اللحمة الفرمة لحمة راس العصفور قطع، وممكن قطع كبيرة بتسلقوها، وبنفس الطريقة بتخلوا السبانخ لحاله تنزل المي منه، بعدين بتضيفوا المرقة بالتدريج. ويعطيكم العافية وصحتين وهنا.